حلواني بدل الوش الواحد 100. اقلب على الوش التاني واديهم الوش التايواني، ما هو كله مش حلواني وبدل الوش الواحد 100. واقلب على الوش التاني واديهم الوش التايواني، ما هو كله مش حلواني وبدل الوش الواحد 100. والرك بقى عالتربية ولا انفصام في الشخصية، بس بتوجع صحابنا، جرى ايه وفي ايه قلبنا. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك يا ست هانم. الله يسلمك. كنت فين بقى حضرتك؟ أنا كنت في عزا واحدة صاحبتي وسيد كان معايا مسافة. لا بيفهم. تعالي تعالي يلا. تعالي تعالي تعالي. قومي 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 معايا. قومي تعالي. استني هناك استني هناك. امسك امسك. اقتلها. بقول لك اقتلها. مستني ايه؟ مستني ايه؟ هات. انا دايما بشيل الرصاصه الاولانيه من الخزنه عشان في عصبيتي ما اتهورش. انت من بكره هتسيب المدام. بما انك ضعفت قدامها ونفذت كلامها مره واحده تبقى خلاص ما ينفعش تشتغل معاها تاني. لكن بما انك نجحت في الامتحان اللي انا عملته لك دلوقتي فانت هتبقى معايا انا. خد دول شبرق نفسك بيهم. انت من هنا ورايح بتشتغل مع سالم الجرحي، يعني انت بتمثلني انا. أنا دايماً بشيل الرصاصة الأولانية من الخزنة عشان في عصبيتي ما اتهورش. صدقيني والله كنت منشن فوق دماغك. أنا يستحيل أعمل فيكي كده. أنا سبق وحذرتك قبل كده إنك تخالفي أوامري. المرة الجاية هقتلك بجد. أنت فاهمة ولا مش فاهمة؟ إلا إذا كنت عايزة تتحرمي من تربية ابنك طول العمر.
فاهمه ولا مش فاهمه؟ ردي عليا، فاهمه ولا لا؟ فاهمة. صدقيني انا كنت منشم فوق دماغك. انا يستحيل اعمل فيكي كده. في ايه بينك وبين الحيوان ده؟ في ايه بينك؟ مفيش حاجة، مفيش. كدابه كدابه. ايه اللي حصل؟ خليك انت ماشيه ورا دماغك كده لغايه لما توديكي في 60 داهيه. انا مش سابق وحذرتك انك تقطعي علاقتي بيهم. كنت عايز نعمل ايه وامي بتموت؟ في ايه لما كنت احضر دفنتها وعزاها؟ فيها انك كسرتي اوامري اولا، وثانيا عرضتي نفسك وعرضتينا كلنا للخطر. ولا انت نسيتي ان نجوى عبد السلام ماتت من 2 سنين؟ بس دي امي. انتهينا. من هنا ورايح مفيش خروج من باب الفيلا الا باذن مني. ومن بكره في جارد جديد ما يسمعش كلامك ويمشي ورا هواكي. واعتبري اللي بعمله معاكي دلوقتي فرصتك الاخيره عشان تعيشي هنا جنب ابنك. يوه على اخر الليل. عايزه ايه يا ست انت كمان؟ كل ده عشان كنت عايزه اطمن عليك. انا اسفه، عن اذنك. استني. استغفر الله العظيم. استنى يا سماح. نعم، في حاجه تانية عايز تقولها؟ حقك عليا معلش. بس انا لو مهم عندك فعلا ما تسالينيش مالك ولا ايه اللي حصل، عشان انا مش ناقص حد يحك لي مناخيري يا سماح. براحتك، بس لو عاوز تتكلم او محتاج تفضفض انا موجوده. انا ما نسيتش وقفتك معايا. ما كانش ينفع اشوفك كده وما اطمنش عليك. تصبح على خير يا سيد. ايوه يا متر. ابشر يا عرب، ابشر. لقيت لك حل لقريب الهانم اللي جت معاك ليا. طيب تمام. لا مش تمام، الموضوع محتاج فلوس زياده ولازم الهانم توافق عشان نبقى في الامان. ايوه عايز كام يعني يا متر؟ قول لي. مش انا اللي عايز يا سيد. وبعدين انت بتكلمني بالطريقه دي ليه؟ بقول لك ايه يا متر، انا مش فايق لك. قول لي عايز كام وهقول للهانم على الرقم اللي انت عايزه، واللي هي تقول عليها يمشي. يا سيد يا سيد، انا قصدي اشرفك وارفع راسك قدام الهانم. ايوه كام يعني؟ ماشي يا سيد. احنا دلوقتي بنتكلم في 3/4 ارنب. يعني ارنب الا ورك. قول لي ليه؟ اسالني، قول لي ليه؟ ماشي هبلغك. مع السلامه يا متر. هاخد دور. سلام يا سعيد. لسه ما خلصتش يا سعيد. الو. بس انت هنا. ايوه يا سيد. ماله عايز ايه؟ 3/4 مليون جنيه؟ هو مش كان طالب نص مليون وانت كنت مستكتر المبلغ؟ والله سيادتك انا مجرد واسطه خير. حضرتك قلت لي هات محامي جبته، لكن موضوع الفلوس ده بقى يستحسن يبقى بينك وبينه. اوكي يا سيد، هشوف وارد عليك. انت المفروض ترد عليه امتى؟ ايه؟ ها؟ سيد انت سامعني؟ انا معاك يا فندم، انا معاكي. بقول لك المفروض ترد على المحامي امتى؟ معرفش يعني، هو ما قاليش بالظبط، بس انا حسيته انه مستعجل يا فندم. على فكره انا استغربتك جدا امبارح. ما كنتش متخيله انك ممكن تقتل ريهام بالبساطه دي. اوامر سالم بيت تنفذ على الكل. تمام سيادتك، تمام. حاضر يا فندم. يا سليمان في ايه؟ أبو العز بيه كلم سعادتك أكتر من مرة وسعادتك مسافر. هو عايز حضرتك ضروري. بلشو عايز ايه؟ حاولت أعرف منه بس للأسف ما وصلتش معاه لأي نتيجة. خلاص خليه يجي. ما هو جاي فعلا يا باشا. انت عارف ايه اللي يعجبني فيه؟ انه زي القطر، عارف هو عايز ايه. بعدين سعادتك يا باشا. اتفضل. انا لا يمكن اعمل كده. انا كنت منشن فوق دماغك، ولو عليا كنت نشنت عليه هو. بس انا لو عملت كده هخش السجن وابعد عنك، وانا لا يمكن اخليكي تبعدي عني. احنا بكره على ميعادنا يا هانم.
اهلا. جبت الشمع. اهو اتفضل يا ريس. يعني اعمل فيك ايه بس؟ اعمل فيك ايه؟ الشمع ده يا حبيبي تجيبه لواحد خايف من الضلمه، تجيبه لاياد ابن اختك في اسبوعها، لكن اللي انا طالبه شمع لزوم ليله رومانسيه، ليله رومانسيه. ما انا قلت له اداني ده اهو. ادالك ده اهو؟ تاخدهم ترجعهم، وانت راجع تعدي على عطار في المهندسين في الزمالك وتقول له كده بالحرف: عاوز شمع لزوم ليله العمر. ليله العمر، هم عارفين الكلام ده هناك. طب فرضا ما رضاش يرجعه اعمل ايه؟ احنا هنستقبل يالا، هتستعبط؟ انت بتشتغل ايه؟ اصلك تاخده على الاسم بيتعامل معاه الصح هناك، فاهم؟ بقول لك ايه، وانت راجع تعدي على الصيدليه تقول له وحياة امك دي اللي فهمتها لوحدك. يلا غور، امشي امشي، جاتك القرف. الو. الو، مين معايا؟ انا الشبح. اخاف واكش من ده الوش. اوعي تخافي وتدوكش معاكي. عسل يا اخواتي. شاعر. علمني حبك سيدتي أسوأ عاداتي. عارفة، أنا عشانك مش هكتب شعر، أنا أمشي على الحيط. وتمشي على الحيط ليه؟ واخده بورس. اتكلم جد شويه يا دوكش، قولي عملت ايه؟ كله تمام، كلها ساعة زمن واجي اخدك عشان نقضي ليلة العمر سوا. لا ما تتهورش. استنى لما انا اتصل بيك بالتليفون واقول لك ان الدار امان. امان ايه؟ احنا بنسرق؟ انت مرات على سنة الله ورسوله وعندي شهود بكده. بقول لك ايه، انا لولا خايف على شعورك كنت رجعت معاك البيت امبارح. خايف على شعوري ولا خايف على 100,000؟ لا حول ولا قوة الا بالله. 100,000 ايه بس؟ ما كله هيتصرف عليكي في الاخر وكله راجع لك يا زبدتي، وانت عارفه مبدئي حد الله ما بيني وبين الحلال. خليك حليم لحد ما ننول المراد. حليم وفريد وعبد الوهاب وام كلثوم. خفة دمك ما وردت على حد يا دوكش. عسل يا واد، عسل عسل يا دوكش. طب مع السلامة بقى. نعم. لقيتك غبتي جوه الأوضة، قلت أما أطمن عليكي. نفسك تفتحي عليا تلاقيني مخنوقة مشنوقة، صح؟ ألف بعد الشر عليكي. ليه كده؟ شوفي يا بنت الصاوي، مش انتي خدتي يم جوزك واخوه وعملتوا عصابة عليا وحبستوني زي الفراخ في العشة؟ سيبيني راقدة بقى هنا يمكن افقس. يما الناس غرضها تصلح. لا غرضها ولا مرضها. قال صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. ليه كده؟ بالعكس احنا مش عدوين. ده عمي فرحات بيموت فيكي، واحنا كلنا قبل موضوع السجن ده هو كنا عايشين فل الفل. انت اللي قلبتي، ده غير بقى اللي طالع عليكي بقعدتك في الأوضة بقالك يومين. سبحان الله سبحان الله، لا كده عاجب ولا كده عاجب. اولع في نفسي يا بنت عشان ترتاحي؟ مش عارفة ليه ما بقتش فاهماكي، حاسة انك عاملة. ده الزمن بقى ماشي بالمتشقلب. العيال هي اللي بتحاسب اهاليها دلوقتي. لا ولسه ما هشوف منك يا بنت الصاوي. اتفردي والتاني، اتفردي والتاني. باشا كمل كلامك يا ابو العز، انا سامعك. أنا كنت بكلم سعادتك يعني بخصوص المصلحة اللي جاية. مالها؟ محتاجة مني فلوس ياما، وأنا بصراحة كده مستخسر أجيب القرشين بتوعي اللي بره، فجات لي فكرة كده يعني قلت أعرضها على سعادتك. قلت لك كمل يا ابو العز، انا سامعك. بالنسبة للفلوس بتاعت حسونة وجمال باشا السكري اللي جاية لك اليومين دول، بدل ما نسفرها بره ونمرمطها ونغربها، أنا أولى بيها. مش عايزها الغرض غير شريف يا باشا، ولا اخدها لنفسي والعياذ بالله. انا كنت هشتغل بيها في العمليه اللي جايه دي، وكلها شهر بالكتير، على ما اوزع بضاعتي والم الغله من السوق هرجعها لك كامله مكمله وعليها مكسبها كمان، ولا من شاف ولا من دير. ايه راي سعادتك؟ في ايه؟ ما انا بقول انت مش معايا يا باشا مع الافلام. ما انا قلت لك اني سامعك. طب ايه رايك يا باشا في الكلام اللي سمعته ده؟ ان الفلوس ترجع بفايدتها؟ الله عليك يا باشا، ما انت مركز اهو زي الفل وقاري التيتا بالظبط. عظيم. طب افرض بقى ما رجعتش؟ ترجعش ازاي يا باشا؟ خد عليا كل الضمانات، واللي عند ابو العز ما بيروحش. ما يروحش ازاي؟ اذا كنت انت نفسك كنت هتروح، فما بالك بقى بضاعه في علم الغيب. خد عليا شيكات يا باشا، والفلوس بتاعتي اللي عندك بره تغطي.
قلت ايه؟ لا مؤاخذه يا باشا. الله 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 الله، ايه القلاجه والشيكه دي يا ابو السيد؟ لازم نكون واجهه لسالم باشا. بعد اذن معاليك يا باشا. خير يا سيد. ماهر باشا عايزني اروح له الاسم. مين ماهر باشا ده؟ ده المساعد بتاع اشرف باشا الله يرحمه. وده عايز ايه ده؟ وانا هعرف كل حاجه لما اروح له وارجع اقول لسعادتك على طول. بالاذن يا باشا. ايه راي سعادتك بقى في موضوع الشيكات؟ حلمك عليا يا ابو العز. مش هعرف انا كمان مصلحتي ايه في موضوع زي ده. مصلحتك؟ طالما مصلحه بقى اجيب شويه فشار. كل اللي تؤمر بيه هيتنفذ يا سعاده الباشا. ده عايز ملح يا باشا. امورنا يا باشا. يا سيد، وصلت لايه؟ بخصوص ايه سعادتك؟ بخصوص ايه ازاي؟ احنا عندنا موضوع غيره يا بني ادم. العربيه اللي خبطت اشرف بيه شفتها في اي مكان من املاك سالم الجرحي؟ الحقيقه لا يا باشا. يعني ايه؟ اهدى بس يا باشا. المأمور لسه ملمح لي دلوقتي حالا ان ملف القضيه كله هيتقفل لو ما لقيتش العربيه دي. انت عارف ده معناه ايه؟ ان دم اشرف هيروح هدر. ان شاء الله مش هروح ولا حاجه. اديني بس سيادتك مهله صغيره وانا هقلب لك الدنيا عليها. ان شاء الله هنوصل للنتيجه. قلت لك لا. لا يا سيد، وما تحاولش معايا في السكه دي. انا عندي عيال عايز اربيهم. ما هو الظابط اشرف الله يرحمه كان عنده عيال عايز يربيهم برضه يا صاحبي. وعلى فكره الراجل ده لا عض حد ولا جار على حق حد. كل اللي عمله انه كان بيأدي واجبه. بس طبعا ده ما عجبش اللي ليهم مصلحه فخلصوا منه. سيبني في حالي وحياة ابوك يا سيد. انا ماليش دعوه بالقصه دي. انا مش هشهد على سليمان. يا ريتني ما كنت اتنيلت خرجت في اليوم المهبب ده. وهتقول لربنا ايه لما يسألك؟ يا ريتني ما كنت خرجت في يوم زي ده. يا راجل يمكن ربنا جعلك سبب عشان ترجع حق العيال من اللي قتل ابوهم. اللعبه دي انا براها يا سيد. قلت لك الداخليه مش هتغلب. الغريبة بقى ان الداخلية غلبت. والاهم ان دي مش لعبة. ده حق ايتام. وفي رقبتك يا صاحبي. ارنولد ابن حلال، لسه كنت هكلمك دلوقتي. تحت امرك سليمان بيه. الاول صحيح، انت كنت بتعمل ايه هنا؟ ابدا، كنت بزور سيد. طيب شوف بقى، انت من بكره هتبقى الجرد الخاص بتاع ريهام هانم. طب وسيد؟ انت مالك انت تنفذ اللي بقول لك عليه وبس. اسف يا باشا. طبعا مرتبك هيزيد، ده غير ان امتيازاتك كمان هتزيد. كتر خيرك يا باشا. سيد، نعم يا سماح. يا رب تكون احسن دلوقتي. والله في مكان زي ده كويس من وحش، ما بقتش فارقه. طيب رايق تسمعني دقيقه؟ قول يا سماح. عايزاك تساعدني ندخل مكتب اكرم مدير شؤون العاملين بالليل ندور على ملف عجمي. عارفه والله هتقول ايه. انا فعلا رحت له وطلبت منه انه يساعدني واخترعت له قصه، بس هو طلع بياخدني على قد عقلي وما عمليش اي حاجه. انا عارفه ومقدره اللي انت فيه يا سيد كويس، بس انت عارف ان انا ماليش حد غيرك يساعدني، وان انت لو ساعدتني ان انا الاقي ملف عجمي هبقى عرفت اللي يوصلني لحقي. ماشي يا سماح. تصدق وتآمن بالله يا باشا. قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. طول ما انا جاي في السكه عمال ادعي ان ربنا يهدم عليك ليا، ودعوه المسافر مستجابه، وهو الحمد لله ربنا قبل مني دعوتي. ممكن تعبر عن فرحتك من غير ما تعمل هليله وتحتفظ بيها لنفسك؟ علم وينفذ يا باشا. مساء الخير.
مساء الفل. مساء الخير يا حبيبتي. مساء الخير. بابا عايزه حضرتك لو سمحت بعد ما تخلص طبعا. قوي قوي. اوكي. مساء الهنا والسعادة على قمر الأمارات وست الستات. استأذن أنا يا باشا. مع السلامة. شرفت ونورت. سلمى صاحبتي تعبانه جدا ولازم انزل القاهره ازورها في المستشفى. الف حمد لله على سلامتها. قوي ما عنديش مانع. طيب ممكن اخد سيد معايا طبعا لو حضرتك مش محتاجه عشان لو رجعت متاخر او ما افتكرش ان عندي حاجه مهمه بكره. اوكي طيب ممكن حضرتك تديله اوردر بنفسك؟ قوي اي طلبات تانية؟ لا شكرا. صباح الخير. وحضرتك من اهله. ها نقول مبروك؟ قول مبروك يا سولي. ألف ألف مبروك يا باشا. أيوة كده، عايزك تزقطط وما تقلقش، حسنتك هتوصلك زي ما اتفقنا. والله من غير حاجة خالص يا باشا. لا في الحاجات دي يا سولي أنا راجل جنتلمان وآخر نزاهة وما بحبش آكل لقمة لوحدي، بالصلاة على النبي كده بحب آكل الناس اللي حواليا، ماشي يا عم عشان ما حدش يبص لي في لقمتي. ونعم الحكمة. الشيك بتاعك هيوصلك أول ما توصل للبشاير وبالإذن عشان الطيارة. أوصل سعادتك، اتفضل. تحت أمرك يا فندم. بكره انت مع بسنت في القاهره. هتزور واحده صاحبتها في المستشفى وترجعوا على طول. تحت أمرك يا باشا. مش محتاج اوصيك. في عناية سعادتك. الشغل يا سيد ما فيهوش في عينيك، في تحت عينيك. أنا آسف يا باشا. تحت عينيا. اتفضل. الو. قالوا ايه بقى؟ ده انا قلت اول ما الموبايل يلقط سيجنال هتكلمني على طول. اهلا يا مها. اهلا يا مها. دمك تقيل وانا زعلانه منك. ليه بس؟ كده هقول لك ليه لما اشوفك كمان شويه. كمان شويه؟ ايوه كمان شويه. اصل ليك عندي مفاجاه هايله حلوه قوي. مها. صدقني يا سالم، اوعدك ترجع مبسوط طاير من الفرح. خلاص هنتقابل كمان ساعه. ساعه؟ ولو انها هتعدي عليا سنه، انما ومالي. اخيرا وحشتني. عامله ايه؟ دمك تقيل. اقولك وحشتني تقول لي عامله ايه؟ مفيش وانتي اكتر، وانتي كمان. نفسي اعرف بتجيبي روقان البلده منين؟ من الفنجان. بالمناسبه كنت عايز. ما تهربش من عينيا، خلي عينيك في عينيا وانت بتكلمني. انت وبعدين معاكي بقى. وحياتي عنك وحياتي انت مش قلتي لي ان عندك مفاجاه حلوه هتغني من الفرحه؟ طبعا. طب ما يلا ما تفرحيني. انت عايز تفرح ولا تطير؟ عايز الاتنين، مهم ارسى على بر واطمن. اطمن، الخبر اللي عندي هيفرحك قوي. يا مسهل. ها بس انت وافقت على جوازنا. بسنت. ايوه يا بابا. انا قلت بسنت. تعالي لي انا عايزك. حاضر. هي ما كلمتك في حاجه بخصوص جوازنا يعني؟ قالت لي. ممكن اعرف منك قالت لك ايه؟ العادي يعني. ايوه يعني قالت لك ايه وقلت لها ايه؟ بالتفاصيل؟ ماشي. سألتني إذا كان عندي مانع إنكم تتجوزوا ولا لأ، واستأذنتني إنها عايزة تتجوزك. وانتي وافقتي بالبساطة دي؟ ليه لأ؟ أنا شايفة إن مها مش أقل من ريهام في حاجة. إيه؟ فهمت دلوقتي. أنا شكلي بوظت الدنيا. هو أنت كنت عايز تخلع منها؟ حد يعرف يخلع منها؟ إيه؟ لا مفيش. أوكي، جود نايت. ها ايه رايك؟ لا شغل زي بتاع السيما. طبعا ده بقى شغل الناس العاليه الرومانسيين قوي اللي بيفهموا ولاد الناس. قول لي مفيش اي حاجه ناقصه؟ لا كله تمام. بالمناسبه 4 فرد حمام حطيتهم لك في الفرن، و2 موزه حطيتها لك في الفرن، و4 ازايز بيره مشبرين حطيتهم لك في الثلاجه. زي الفل الكلام ده. اعلى بالشريط. شريط ايه؟
الشريط اللي قلت لك روح عنده من عند الصيدليه. ها؟ ايه الشريط؟ ايوه كنت هنساه اهو. دي حاجه تنسى يا مغفل. هات لي كوبايه ميه. الهنا والشفا. مالك ضارب عينك في الحبايه كده؟ اوعى تكون مفكر ان انا محتاجها ولا حاجه. لا، انا لسه بخيري وقدها وقدود. انا بعون الله اخش بكتفي في الحيطه امزعها. بس برضه الاحتياط واجب في ليله زي دي. يلا زق انت بقى واخلع. بقول لك لو حد عرف حاجه من اللي انت جبته وعملته النهارده هعلق امك من حواجبك، فاهم؟ طالما بلمت يبقى سيحت. اخلع قبل ما الحبايه تشتغل. اخلع. الو. ايوه ريهام، عامله ايه؟ ايوه يا علي، انا خفت تكون نمت. لا يا حبيبتي انا صاحي. في ايه صوتك ماله؟ لا ما تقلقش انا كويسه. المهم عايزاك تسمعني كويس وتركز في اللي هقوله لك. سامعني؟ ايوه معاكي. فاكر الخطه اللي احنا عملناها زمان ايام وجيه؟ اه طبعا، وهي دي حاجه تتنسي؟ طب احنا هنعمل الخطه دي مره تانية، بس المره دي هتبقى انا ووجيه. الله، وليه كده بس؟ الله، مالك في ايه؟ يا حبيبتي المره اللي فاتت الحكايه عدت على خير. وبعدين يعني المثل بيقول مش كل مره تسلم الجره. وديكي شفت بنفسك اللي اسمه سيد ده طلع لنا من تحت الارض ساعتها زي الخازوق. ما تقلقش، المره دي هنخطط كويس ونختار الوقت والمكان المناسب للتنفيذ. انا مش فاهم بس ايه اللي خلاكي تفكري في الحكايه دي تاني؟ بصراحه خايفه لو فضلت هنا اكتر من كده احصل ماما الله يرحمها. اشربي يا اسطى. استني. استنى ليه؟ في حد عندك جوه؟ غمضي. اغمض ايه يا مني؟ يا وليه ما تخنقنيش. غمضي يعني تغمضي. اها. تعالي. حاسب عليا. على مهلك. ايوه. حاسب لا تكفيني على وشي. بس فتحي. هتولع في الشقه يخيبك. يخيبني؟ دي دعوه تتقال في ليله زي دي. ما تحسس على منافسك بقى شويه بقى. اصل انا ما كنتش اعرف انك شمع احمر رومانسي قوي كده. ده انا ابو الرومانسيه. انا عمهم. دي ما فضيتش غير بالرومانسيه ولسه. فاجئني يا وحش. لا، الباقي هنشوفه عملي مع بعض جوه. طب يلا شني على جوه يا حواش. هو انا ما قلتلكيش؟ ايه معاك شهاده طبيه؟ لا مش الدرجه دي، بس بعيد عنك عندي القطنيه في الرابعه والخامسه. والله العظيم انا كنت عارفه انك معيوب. بلاش كلمه معيوب دي. الست بتحس بالراجل اللي معاها. لا حول ولا قوه الا بالله. ده هتندب ان شاء الله. ربنا هينصرنا عليكي ان شاء الله. واملنا في الاولى والثانيه. شكلها لا فيها لا اول ولا تاني ولا تالت ولا عاشر حتى. ياما بلاش احباط بقى في ليله زي دي. قول يا رب. ما تبددش طاقتك بس في الصاله. حاضر. وفرها لجوه. حاضر. يلا يا سبعي. ايوه سبعك. ده الكلام اللي يتقال. هو ده الفال. العب يا دوكش.
فين؟ خلاص كلهم ناموا. خد وده إيه ده كمان ان شاء الله؟ ده الماستر كي، سرقته النهارده الصبح. خلاص الجنيه بقت في دمك؟ ما هو انا هعمل ايه بس يا سيد؟ غصب عني يعني، من قله حيلتي. امال هجيب حق ازاي؟ استنيني. حاضر. مالك بتنط زي الارنب كده ليه؟ اصل النور نور فجاه. وانا عامله لي هجامه وقلبك ميت. كنا هنشوف ازاي في الكحل اللي احنا فيه ده. اسفه. طيب ماشي يا مؤدبه. ادي كل الدوسات اهي، اختاري بقى منها زي ما انت عايزه. احسن حاجه كل واحد فينا يدور في ركن. ده من كتر الكهرباء اللي في المكان. ها حاضر. انت عندك كام سنه؟ تديني كام سنه؟ يا خطوبه خلصي. 22 سنه. 22 سنه يبقى 1990. اهو. واسمه ايه؟ مش عارفه، كل اللي قالته لي ان اسمه عجمي. اهو خدي ورقه وقلم واكتبي. حاضر. عجمي عبد الحق عابدين، ساكن في